السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. كأس أفريقيا المحليين 2025. الفيديو ده هنتكلم على تصريحات مدرب منتخب السنغال قبل مواجهة أسود الأطلس في نصف نهائي كأس أفريقيا المحليين، وأيضا كلام مهم من الكابتن طارق السكتيوي قبل هذه المباراة. أنتوا عارفين منتخبنا المغربي صعد لنصف نهائي هذه البطولة، خطوة وحيدة ويصعد إلى المباراة النهائية بعد المعاناة في هذه البطولة اللي اتكلم عليها الكابتن طارق السكتوي. وطبعا بعد تغلبه على اصحاب الارض والجمهور منتخب تنزانيا بنتيجه 1-0 في ربع النهائي، تحدي كبير من لعيبه من المنتخب المغربي. حتى بعد المباراه بعض اللعيبه يعني ابكت يعني من هذه المباراه وتحديهم اللي هم يصعدوا الى نصف النهائي، وان شاء الله الصعود الى المباراه النهائيه. ولما لا تكون المنتخب المغربي يكون بطل هذه النسخه الثالثه في تاريخه، ويكون اكثر المنتخبات حصولا على هذه البطوله كاس افريقيا للمحليين. الكابتن طارق السكتوي قال لك يعني واجهنا تحديات كبيره خلال تنقلنا من تنزانيا الى اوغندا، فقد كانت رحله متعبه جدا، لكن هذا لن ينسانا هدفنا المنشود، وهو الوصول الى نهائي هذه البطوله والحصول على هذه البطوله لاسعاد الشعب المغربي الحبيب. ان شاء الله كابتن طارق صراحه الراجل ده يعني في اوائل البطوله يعني كان عليه ضغط كبير جدا، وكان الجماهير صراحه يعني كانت بتنتقده يعني بالمستوى اللي كان ظهر به المنتخب المغربي في اوائل البطوله. لكن انا اتكلمت وقلت لكم المنتخب تصبر على المنتخب اما ياخد مباراه التلوه الثانيه، وشفنا طبعا المستوى المعروف على المنتخبات المغربيه الوطنيه. طبعا مدرب السنغال قال لك انا اتوعد منتخب المغرب بخطه يعني مختلفه عن جميع المباريات اللي هو لعبها من قبل. عارف قيمه وقامه اسود الاطلس، وعارف قيمه وقامه المنتخب المغربي، وعارف اللي هو يمتلك لاعيبه على اعلى مستوى. واكد طبعا الكابتن سلمان داليو مدرب منتخب السنغال للمحليين انه قبل مواجهه اسود الاطلس يرسم خطه لنصف نهائي، وقال طبعا في تصريحاته ان الجهاز الفني يعمل على دراسه نقاط وقوه ضعف المنتخب المغربي تمهيدا لوضع خطه تكتيكيه مناسبه تمكن منتخب السنغال من الظهور بافضل صوره ممكنه. ان شاء الله يعني مش هيقدر يعمل حاجه، ان شاء الله منتخب المغرب ان شاء الله الكابتن طارق يقدر يتخطى هذه المباراه وبكل قوه وبكل اقتدار والوصول الى المباراه النهائيه. المباراه ان شاء الله غدا هيكون الثلاثاء على استاد ملعب مانديلا الوطني الساعه 6:30 بتوقيت المغرب، الساعه 8:30 بتوقيت مكه المكرمه. ونسال كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه البطوله، بطوله كاس افريقيا للمحليين. شكرا لحضراتكم، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.